شكرا لك عبد العزيز. علي التركي احد نجوم التعاون، اذا ما كان هو الافضل في هذه المواجهه. نقول لك هارد لك. يعني جمهور التعاون كان يتمنى اليوم تكون نتيجه افضل من كذا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ابارك لاخواننا الشبابيين على الفوز. بالنسبه للمباراه، نحن والله الصراحه المباراه هذه قدمنا مستوى طيب. لو نفضل على هذا المستوى مع ما بقول انديه صغيره ولا انديه كبيره، بالعكس نحن كلنا سواسه في الدوري، لكن لو نلعب على هذا المستوى بهذه الروح والله ما يوقفنا احد. بس بالنسبه للجمهور نحن مقصرين معاهم كثير، وهم متخوفين من مساله الهبوط هذا، لكن ان شاء الله باذن الله عندنا 6 جولات باذن الله نطلعهم من هذا الخوف ان شاء الله. نتحدث عن مباراه اليوم. انت تقول ان اليوم قدمتم مستوى، قدمتم روح. ايش اللي ما خلاكم تحافظوا على النتيجه؟ يعني ممكن حتى لو طلعتوا بالتعادل كان افضل لكم. والله صح، لو طلعنا على قلب ممكن نحن على ارضنا بين جمهورنا لو طلعنا باقل الخسائر اللي هي التعادل، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. لعبنا مباراه طيبه، الاهداف دخلت يمكن قله تركيز مننا صراحه، مو من الدفاع، مننا كلنا نحن، حتى من اول لاعب في الهجوم الين فهد الثنيان حارس ما كان تركيزنا واطي شويه. قله تركيز ممكن تقدر تقول قله تركيز ومع الهدف حسينا ان احنا شويه يعني فريش يعني. ممكن هذه مش اول مباراه، وجهه نظر نتحدث عن جريجوري يخاف يغير هو المدرب ولا ايش؟ يعني دائما نشوف تغييراته في اخر الدقائق، حتى فيها خوف. والله هذه مساله فنيه، نحن علينا نأدي اللي في الملعب ونحاول نرضي الجمهور ونرضي الاعضاء الشرف اللي الصراحه كل ما اقول نحن مقصرين يعني بقولها كثير يعني ويتقبلوا اسفنا يعني، بس نحن علينا اللي في الملعب، المدرب هو اللي بيحط تشكيله، بيحط اشياء فنيه هو عنده. نحن علينا اي لاعب بينزل الملعب بيخدم نادي التعاون، وان شاء الله التعاون في الامان ان شاء الله باذن الله. علي اليوم ممكن قدم افضل مباريات هذا الموسم. والله هذا كله بتوفيق رب العالمين، وان شاء الله نشوف علي التركي افضل من كذا ان شاء الله وان شاء الله نكون افضل من كذا باذن الله. شكرا تركي. نشكر علي التركي، من قبله عمر الغامدي وناصر الشمراني وايضا ياسين بخيت. اذا كانت هذه تغطيتنا في منطقه الفلاش انترفيو لمواجهه الشباب والتعاون من ارضيه الملعب. الشكر من زميلي عبد العزيز الحميد ومني فيصل.